الحكاية بتبدأ من العصور الوسطى، تحديدا القرن ال13 ميلادي، في دير قديم في حتة اسمها بوهيميا اللي هي جمهورية التشيك حاليا. كان في راهب اسمه هيرمان. الراهب ده عمل كارثة، غلطة كبيرة وذنب لا يغتفر في حق الدير. طبعا رئيس الدير كان لازم يعاقب الراهب، فحكم عليه بأقصى عقوبة ممكنة، وهي الدفن حي. هيرمان حاول يتعلق في أي قشة تنقذه. قال لرئيس الدير: اديني فرصة أخيرة، أنا هعمل لكم كتاب لم يسبق له مثيل، كتاب في كل علوم الدنيا، في الكتاب المقدس كله وتاريخنا كله وكل العلوم والطب وكل حاجة تتخيلوها. طب وإيه الغريب في كده؟ الغريب بقى واللي كان مفاجأة إن الراهب ده وعد إنه يخلص الكتاب ده كله في ليلة واحدة بس، قبل ما الشمس تطلع الصبح. طبعا رئيس الدير ضحك عليه، مين يعمل كتاب ضخم زي ده في ليلة؟ ده عايز سنين شغل. بس الراهب كان يائس، وكانت دي الطريقة الوحيدة اللي هتخرجه من ورطته. وافق رئيس الدير وحطه في زنزانة مع ورق الكتابة، وقال له: لو خلصته هتعيش، لو معرفتش تخلصه قبرك مستنيك. الراهب هيرمان قعد يكتب والقلم كان بيجري على الورق، ايده تعبت، عينه زغللت، الليل بيعدي بسرعة الصاروخ، والكتاب مخلصش حتى نصه. خلاص الراهب استسلم، حس انها النهاية. وفي لحظة اليأس دي وفجأة هيرمان ندى بصوت مكسور: يا شيطان، أنا ببيع لك روحي، خلص لي الكتاب ده قبل الفجر وخد روحي. طبعا الشيطان ما كدبش خبر، ظهر للراهب وطقطق بصوابعه وقال له: دي صفقة، إنجاز الكتاب ده عندي أسهل من شرب المية. وفي لحظات معدودة الكتاب الضخم ده كله كان خلص، مكتوب ومتقن بطريقة ما تتصورهاش. الشيطان خلص وقدم الكتاب للراهب، بس قبل ما يمشي ساب بصمته الخاصة. الشيطان فتح صفحة في نص الكتاب ورسمها بنفسه، صورة ضخمة ومرعبة ليه هو شخصيا، عشان محدش ينسى مين اللي خلص الكتاب ده في ليلة واحدة بس. الصورة دي هي اللي خلت الكتاب ياخد لقب كتاب الشيطان. طبعا الصبح جه ورئيس الدير دخل الزنزانة وهو مستعد ينفذ العقاب. اتصدم لما شاف الكتاب الضخم ده خلصان، بس لما شاف صورة الشيطان عرف إن في حاجة مش طبيعية حصلت. أنا كده حكيت لكم الحكاية اللي بتتحكي عن الكتاب ده، بس هل ممكن إن الحكاية دي تكون أسطورة، وإن كل اللي حصل ده ما حصلش في الحقيقة، ويكون في سر تاني لوجود الكتاب؟ بس قبل ما نبدأ حابة أعرفكم بنفسي، أنا دنيا دراز من قناة الجانب المظلم. لو أنت بتحب فيديوهات القضايا والجرائم والاختفاءات الغامضة فهتلاقي كل ده هنا. لو بتحب كمان قصص الرعب والتشويق والغموض يبقى أنت جيت المكان الصح. اشترك في القناة وفعل الجرس، وأهلا بيك في الجانب المظلم، ويلا بينا نبدأ. العلماء بيقولوا إن الأسطورة دي مجرد حكاية عشان تفسر ضخامة الكتاب ده، وإنه فعلا اتكتب بواسطة شخص واحد، وغالبا الشخص ده هو هيرمان نفسه، بس قعد فيه عقود من الزمن، مش مجرد ليلة واحدة بس. بس الأسطورة هي اللي عاشت وخلت الكتاب ده لغز محير. دلوقتي بعد ما حكيت لكم حكاية الكتاب، دلوقتي هعرفكم بيه بالتفصيل. بيعتقد المؤرخين إن الكتاب اتكتب في القرن ال13 الميلادي، وبالتحديد في الفترة ما بين 1204 و 1230 ميلادي، والمكان اللي اتكتب فيه هو بوهيميا، ودي المنطقة اللي هي دلوقتي الجزء الغربي من جمهورية التشيك، في دير اسمه بودلازيس. الكتاب عبارة عن مجموعة ضخمة من النصوص المختلفة في مجلد واحد، وبيحتوي على النسخة الكاملة للكتاب المقدس بلغة لاتينية اسمها الفولجاتا، وبيحتوي على أعمال تاريخية وطبية وأعمال جغرافية وقائمة بأسماء الإخوة في الدير
وتعاويذ لطرد الأرواح الشريرة. والكتاب يعتبر أكبر مخطوطة باقية من العصور الوسطى على الإطلاق، وزنه حوالي 75 كيلو جرام وطوله يصل إلى ما يقارب المتر. تم تصنيعه من جلود حوالي 160 حيوان، ويقال إنها جلود حمير أو عجول. الاسم الرسمي للكتاب كوداكس جيجاس، وتعني باللاتينية الكتاب العملاق نظرا لحجمه الكبير، لكن اسمه الشائع كتاب الشيطان. الكتاب محفوظ حاليا في المكتبة الوطنية السويدية في ستوكهولم، بعد ما أخدته السويد كغنيمة حرب في حرب ال30 عام. وحرب ال30 عام كانت حرب كبيرة في أوروبا، بدأت بسبب الدين، لكن بعد كده بقت صراع على السلطة بين دول كتير زي فرنسا وأسبانيا والسويد. استمرت الحرب حوالي 30 سنة، وانتهت بمعاهدة وستفاليا اللي غيرت خريطة أوروبا. وفي الآخر هيفضل كتاب كودكس جيجاس أو كتاب الشيطان واحد من أغرب الألغاز اللي في العالم. محدش عارف مين اللي كتبه، هل فعلا الشيطان اللي كتبه، ولا الراهب هيرمان نفسه، ولا يمكن شخص أو كيان تالت؟ تفتكروا الراهب ده فعلا باع روحه، ولا دي كانت كلها أسطورة؟ سيبولي رأيكم في الكومنتات. لما بنسمع كلمة مومياوات عقلنا على طول بيجيب المصريين القدماء، مصر القديمة ولفائف الكتان والتحنيط الأسطوري، صح كده؟ ده اللي بيجي في دماغنا كلنا. بس تعرفوا إن في مكان تاني في العالم بعيد خالص عن وادي النيل بيضم أكبر مجموعة مومياوات في أوروبا، مومياوات بتنتمي لفترة حديثة نسبيا، لدرجة إنهم لسه لابسين هدومهم اللي كانوا عايشين بيها. سراديب موتى الكابوتشين في مدينة باليرمو بجزيرة صقلية الإيطالية، مكان اسمه بيتهامس، وبيضم حوالي 8000 جثة و1284 موميا معروضة بشكل علني ومخيف. جهزوا نفسكم لرحلة غريبة لفهم عادات غريبة للتعامل مع الموت. القصة بدأت من مقبرة بسيطة لمعرض مرعب. الموضوع كله بيبدأ في أواخر القرن ال16، دير الرهبان الكابوتشين اللي هو جزء من الكنيسة الكاثوليكية كان فيه مقبرة عادية للرهبان. وفي سنة 1599 قرروا ينقلوا رفات واحد من الرهبان اسمه الأخ سيلفسترو داجوبيو، قرروا ينقلوه لمكان جديد تحت الدير علشان المقبرة الأصلية كانت اتملت. الرهبان اتفاجئوا مفاجأة غير متوقعة خالص، 45 جثة من اللي كانوا مدفونين قبل كده لقوهم متحنطين بشكل طبيعي ومحافظين على شكلهم. اعتبروا إن دي معجزة إلهية، وقرروا يستغلوا الظاهرة دي في حفظ جثث إخواتهم الرهبان اللي هيموتوا بعد كده كنوع من التكريم الأبدي. بس التحنيط هنا كان مختلف شوية، كان مختلف عن بتاع المصريين القدماء. مفيش هنا أوزوريس ولا أنوبيس، ودول آلهة الموت والتحنيط والمقابر والحياة الأخرى والعالم السفلي عند المصريين القدماء. الطريقة الأساسية اللي استخدموها الرهبان كانت عملية اسمها التجفيف الطبيعي. كانوا بيحطوا الجثة في مكان اسمه الكولوتوي، وهي غرفة أو ممرات مجهزة برفوف من المواسير الفخارية. الجثة بتفضل هناك حوالي سنة كاملة عشان تتجفف بشكل طبيعي وتفقد كل السوائل اللي فيها. بعد كده بيطلعوا الجثة ويغسلوها بالخل علشان تتطهر، وبعدين يلبسوها أحسن هدومها. وفي النهاية الجثة كانت بتتعلق على الحيطة في وضع رأسي، أو بتتحط في تابوت مفتوح أو على رفوف. كان في كمان طرق تانية للتحنيط الاصطناعي، زي غمر الجثة في مادة الجير أو حقنها بمواد كيميائية، ودي اللي خلت بعض الجثث تبقى محفوظة بشكل ممتاز جدا. في الأول
كانت السراديب دي مخصصة بس للرهبان، لكن مع الوقت بقى الدفن هنا رمز للمكانة الاجتماعية العالية. الناس الأغنياء والنبلاء في باليرمو والأطباء والجنود ورجال الدين كانوا بيطلبوا إنهم يتحنطوا ويتعرضوا في السراديب. الغريب إن المومياوات دي مش محطوطة في توابيت مقفولة، لأ دي معروضة عشان الزوار، والأهم عشان عائلاتهم كانوا بيزوروا المومياوات كأنهم لسه عايشين، وكانوا بيتفقوا إنهم يغيروا هدومهم كل فترة. المومياوات مقسمة في السراديب لفئات، زي ممر الرهبان ودي أقدم المومياوات، ممر الرجال والنساء، ممر الأطفال والعذارى، ممر المهنيين والأطباء والجنود. وسط كل الأجواء المرعبة دي في موميا واحدة بس بتعتبر هي الأكثر شهرة والأكثر حزن في نفس الوقت. الطفلة روزاليا لومباردو. روزاليا ماتت سنة 1920 وهي عندها سنتين بسبب الالتهاب الرئوي. كانت آخر شخص بيتم دفنه في السراديب. أبوها اللي كان متألم جدا عليها طلب من خبير تحنيط اسمه ألفريدو سالفايا إنه يحنطها علشان شكلها ميتغيرش. التحنيط اللي عمله سالفايا كان عبارة عن مزيج كيميائي سري، فورمالين، زنك، جليسرين وكحول، وده أدى لنتيجة مدهشة. روزاليا لحد النهاردة وبعد أكتر من 100 سنة شكلها وكأنها نايمة بالظبط، لدرجة إنهم سموها الجميلة النائمة في صقلية. بس في الفترة الأخيرة لون جلدها بدأ يتغير للون أغمق شوية بسبب عوامل الرطوبة. سراديب الكابوتشين مش مجرد متحف مرعب، دي كنز للباحثين وعلماء الآثار الحيوية والأنثروبولوجيا من جامعات عالمية بيعملوا دراسات مستمرة عليها، بالذات المومياوات بتاعة الأطفال اللي بيوصل عددهم لحوالي 160 طفل. العلماء بيستخدموا تقنيات غير جراحية زي الإشعة السينية المحمولة علشان يعرفوا إيه الأمراض اللي كانت عندهم وإيه ظروف وفاتهم وليه هم بالذات اللي اتحنطوا، مع إن التحنيط كان عادة مخصص للكبار من الطبقات الغنية. سراديب موتى الكابوتشين هي رحلة فريدة في تاريخ صقلية، بتورينا إزاي الناس كانت بتشوف الموت في الفترة دي، وإزاي كان الموت نفسه ممكن يكون رمز للطبقة والمكانة الاجتماعية، وإزاي كان بيبقى جزء من الحياة اليومية. وفي نهاية قصتنا عايزة أسألكم، إيه أغرب طقوس للدفن أو التعامل مع الموت اللي شفتوها أو سمعتوا عنها؟ لو في حاجة أغرب من اللي أنا قلتها قولولي في الكومنت. دلوقتي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أنا دنيا دراز من قناة الجانب المظلم. لو عجبكم الفيديو وحابين تشوفوني مرة تانية ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان تبقوا أول ناس تشوف الفيديو لما ينزل، وأشوفكم الفيديو الجاي.